فين الحكمة لما رئيس البلطجي من خبثه يعتدي على أفاضل النساء؟ فين الحكمة من كده؟ مش ليه كده؟ ممكن يكون من الحكمة عشان أقول لك أن الحجاج الثقفي لما قتل عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل وفعل بجثته ما فعل، والقصة في صحيح مسلم، أرسل إلى أمه أن تأتيه، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، فأبت أن تأتيه، فقال: لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك. فقالت: والله لا آتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقروني. فجاءها بنفسه فقال: كيف رأيتيني صنعت بعدو الله؟ يعني بالصحابي الجليل عبد الله بن الزبير. قالت: رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. بلغني أنك تقول له: يا ابن ذات النطاقين. أنا والله ذات النطاقين، أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر من الدواب، يعني في الهجرة، وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه. أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فقد رأيناه، وأما المبير فلا إخالك إلا هو. فقام عنها فلم يراجعها. فإذا كان ده حصل في الصديقة أسماء بنت الصديق أبي بكر، فكيف بنا؟